العيد جه، اللبس الجديد، الكحك، العيديات، بس مستني ايه؟ حاسس ان في حاجه ناقصه؟ تقدير ست البيت اللي شايله البيت طول شهر رمضان. بس احنا دلوقتي بنقدرها ازاي؟ بكلمه كل سنه وانت طيبه على الواتساب. طب تعالوا بقى نرجع بالزمن لورا ونشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي وكانت متقدره ازاي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اصل الحكايه. زمان قبل ما كانوا يخترعوا الايموجي قلب احمر والكلام ده كله، كان في حاجه اسمها حق الملح، وقبل بوكيهات الورد كان في حاجه اسمها زهره اللوتس. الاتنين كانوا بيقولوا للست متشكرين يا ست الكل، تعبك ما راحش على الفاضي. اجدادنا كانوا فاهمين ان شهر رمضان طويل جدا، وست بتلف في المطبخ اكتر من دوران عقارب الساعه، صيام، طبخ، ترتيب، لمه العيله. فكان الراجل اول يوم العيد لما يرجع من صلاه العيد وهو راجع من الصلاه بيلاقي مراته مستنياه باحلى زينه واحلى بهجه واحلى استقبال، وبتقدم له فنجان القهوه. فنجان القهوه بس لا، فنجان القهوه ده ما كانش بيرجع فاضي، كان لازم ان الراجل بيرجعه لمراته تاني وفي حته ذهب او حته فضه. والله كان بيرجع كده. ليه؟ لانه كان بيدفع الاشتراك السنوي للبرنامج شكرا على تعبك يا ست الكل. ده كان اسمه بقى ايه؟ كان اسمه حق الملح، لانه كان تقدير لمجهودها اللي حتى الملح ما كانتش بتدوقه وهي صايمه علشان تحقق معادله الاكل الطازج والناجح المتميز. علشان كده ده بتعتبر تقدير للعشره. وفعلا في تفسير تاني كان بيقول ان هي عاده الملح ديت هو حق الملح اللي هو حق الست، اللي هي حق العشره اللي كانت بتضطر تدوق ملوحه الاكل على طرف لسانها وهي صايمه من غير ما تبلعه، علشان تتاكد ان الاكل كويس ومظبوط. وده اللي بنسميه عندنا حق الملح، يعني حق الصدق والوفاء والاستقرار. طب نرجع بالزمن اكتر ورا شويه، ايام اجدادنا قدماء المصريين الفراعنه كانوا اذكى مننا بكتير جدا. كان المصري القديم عارف ان الست هي الحياه، علشان كده كان بيسميها نورت البيت، اللي هي بر نب. وكان بالنسبه له بالحياه ديت كان كل يوم بالنسبه له عيد، فكان طول السنه بيقدم لها اجمل زهره اللي هي زهره اللوتس. لان زهره اللوتس ديت ما كانتش مجرد ورده، لا ده كانت رمز للابديه. كانه بيقول لها يا بنت الاله هتحور، انت مش مجرد شريكه الحياه، لا انت الخلود بذاته. علشان اكون صريح معاك، زمان كانوا فاهمين ان الست مش بس اللي هي بتدير البيت، لا 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 لا، ده هي اللي كانت بتدير الكون كله. حق الملح في العالم العربي وزهره اللوتس في الحضاره المصريه القديمه بتمثل الصدق والوفاء، الابديه والخلود. علشان يكون بين حق الملح وزهره اللوتس في شيء مشترك بينهم وبين بعض، ان الست هي العمود الفقري للحياه. بس احنا بقى يا ترى لسه فاكرين العادات الجميله دي، ولا بقت كلمة كل سنة وانت طيبة على الواتس كفاية؟ أتمنى العادات دي ترجع تاني، وحق الملح يرجع تاني، حق العشرة، حق الصداقة، حق الوفاء، حق الإخلاص ترجع للست تاني. كل سنة وستات العالم العربي والإسلامي بصحة وخير وسعادة، وكل سنة وانت طيبة.